السلام عليكم الشيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا مليح، تكونوا غايه. اليوم جيت وجبت لكم الوصفه المطلوبه بقوه، الوصفه اللي تحوس عليها كل امراه اللي تبغي ديرها في دارها، وخاصه في رمضان. في رمضان كاع نبغوا الشاميه، وكاع نبغوا نديروها في ديارنا، نبغوا نديروا حاجه تاع يدينا نوكلهم لولادنا وازواجنا وعائلتنا طبعا. اليوم انا جبت لكم الشاميه بمقادير مضبوطه وتخرج لكم كيما تاع المحلات، شكل ولون ومذاق كيما يبغي الخاطر. كيما راكم تشوفوا طريه الشكل تاعها شباب. شنقولكم غير جربوها وصاي خواتاتي، ما تبخلوش عليا بالجام والدعم تاعكم طبعا. تشرفني حضوركم. نروحوا المقادير عندي 4 كيسان من السميد الخشن اللي يكون كيما تاع التشيشه، نقولوا ليه تاع التشيشه، ونص كاس زيت، مع عندنا الماء زهر، ليمون، ملح والماء والسكر. طبعا هنا ما حطيتوش، نسيتو اعزائي. في هنا في قصعه نجيبوا السميد تاعنا، كما قلت لكم نديرو 4 كيسان سميد خشن. السميد يكون خشين، لازم يكون خشين باش تخرج لك الشاميه بالطبع والشان كيما يبغيها الخاطر. هنا عندنا 4 خواتاتي، 4 كيسان من السميد كما قلت لكم. نزيدو نديرو معاه قرصه تاع ملح، كيما كاين اللي يبغي يدير واللي ما يبغيش ما يديرش، هي باش ما تعادل لنا عفوا القو فقط. ونديرو نص كاس زيت. انا هنايا باش نجيب لكم المقادير مضبوطه درت لكم الزيت بالملعقه، هنا نحسبوه 8 مغارف زيت، 8 مغارف زيت هكا باش تجيكم سوا كيما جاتني انايا. ومن الاحسن انا نقول لكم السميد جيبوا السميد نوعيه جيده، السميد اختاروه يكون نوعيه شابه باش هكا الشاميه تاعكم تجي شابه. هنايا نبسسو السميد تاعنا كما راكم تشوفوها، كنبسسو كيما من نبسسو المقروط نبسس كما راكم تشوفوا خواتاتي. ونقول كاش وحده هنا دخلت قناتي جديده، نقولها مرحبا بيك وشرفتي قناتي. ماذا بيك تدعميني عفوا بجام واشتراك في القناه، هكا يوصلك كل جديد من وصفاتي. نغطوها بسربيته ونخلوها على جهه. هنا غادي نحضروا معاكم الشربات اللي غادي نجمعوا بها الشاميه تاعنا. ما نحتاجوا لا لبن لا حليب لا والو، غير السكر والماء والسميد والماء الزهر، ورانا درنا احسن شاميه تكون تقدري درتيها في حياتك كيما تاع المحلات. هنا خواتاتي راني درت 2 كيسان سكر، 2 كيسان سكر مع نص كاس ماء، ونزيد نكملو داك النص تاع الكاس تاع الماء نكملوه بالماء الزهر. هذه الشربات اللي غادي نجمعوا بها الخليط تاعنا، ندوبوها فوق النار، ندوبو داك السكر فوق النار بصح شواله، خلوش الماء تاعنا يولي ساخن، نحركو قد ما يدوب. انا من الاحسن جاتني فكره، من الاحسن انه نسخنوا الماء ونديروا فيه السكر نورمالمون كيما هكا. بصح انا شفت هذه الطريقه جربتها، من بعد جاتني فكره انه بلا من نسخنوا الماء تاعنا والسكر، نسخنوا غير الماء فوق، نفرغوه فوق السكر ونقعدوا نخلطوه ونحركوه كيما هكا حتى يذوب معنا السكر. هنا اخواتاتي بعد ما دابنا داك السكر كما راكم تشوفوا بعد التحريك المستمر، هنا بعد ما ذوبناه نخلوه حتى يبرد، ما نديروش ديريكت حتى يبرد، خلوه على جهه حتى يبرد لنا الخليط باه نفرغوه فوق الخليط تاعنا ونجمعوا به العجين تاعنا. كما راكي تشوفي اختي كيما هكا ما نديرو لا يدينا لا والو، غير هكا بملعقه وراكي تجمعي بها هكا تشمخي كاع الحبيبات تاع السميد نتاعك. نغطوا العجين تاع الشاميه تاعنا ونديروها على جهه. هنايا في كسرونه تكون ثقيله نديرو 2 كيسان تاع سكر،
نكرملوهم غاية الغاية وعلى نار متوسطة حتى يدوب لنا السكر ويتغير اللون تاعه يصبح اللون بني كيما راكم تشوفوا، والخليط يبقى مستمر قاع ما نحبسوش التخلاط ولا تغفل عينك ولا والو اختي، لازم تكوني مقابلاته كيما ما تكوني تخلطيه في التحلية كيما راكي تشوفي انا قاع ما بعدش يدي عليه. وعلى نار متوسطة كيما هكا. قعدي حركي حركي وديري كسرونة تاع ما تكون تحمى حداك في جيه، لخاطرش باش من يدوب لنا داك السكر نزيدو عليه 4 كيسان ما كيما راكي تشوفوا يكونوا ساخنين هكا باش ما يتفاعلش معاك الكراميل هكا ويطير عليك ولا يحرقك، ونديرو زوج لي طرونش تاع ليم تاني ونقعدو نحركو ونعاودو نردو فوق النار ونقعدو نحركو نحسبو من يبدا يغلي نحسبو مدة 15 دقيقة على نار متوسطة ونطفو عليه ونخلوه يبرد بجيه. هنايا نرجعو للخليط الاولاني تاعنا العجينه تاعنا، نفتحوها كيما هكا كيما راكم تشوفوا، نجيبو المول 25 على 35 كيما هكا كيما راكم تشوفوا، ندهنوه بالسمن او بالزبده كيما او بالزيت عادي جدا، انا هنا دهنته بالزبده نفرغو داك الخليط تاع الشاميه كيما هكا بسباتور ما نخبزوش غير هكا نبداو نواسو في الوجه تاعه نردوه مسطح. هنا نجيبو السيرو تاعنا ونجيبو كوباكت هكا كيما راكم تشوفوا نغطسو الكوباكت السيرو ونزيدو نمسحو فوق الشامية تاعنا هكا داك الحلاوة داك السكر من نمسحوه فوق العجينة فوق الوجه هكا يعطينا لون شباب لون بني بني غامق كيما الشامية كيما اللون الشامية اللي نبغوها. ومن بعد نبداو نرسمو هكا نقطعو الشامية تاعنا كيما راكم تشوفوا كاريات كما المعتاد وندخلوها في الفرن يكون مسخن من قبل على اقصى درجه، نشعلها غير من تحت ومن نشعلها من تحت تحمر لنا مع الحواشي نجبدوها نديروا لها الزبده من الوجه تاعها كيما راكم تشوفوا خواتاتي. انا الشربات درت لها كاس تاع لاتاي تاع مازهار زدته نستمتع بها بداك الكاس تاع المازهار، وكيما راكم تشوفوا درت الزبده ودير نجم ديري سمن او زبده تدهني بها الوجه تاع الشاميه تاعنا هكا تعطينا احمرار شباب للشاميه. هنا الفرن نعاودو نرجعوه للفرن نشعلوه غير من الفوق نطفو من التحت نشعلوه غير من الفوق تاخد لنا هذا اللون الشباب الاحمر. هنا نزيدوا لها الطياب شويه قريب عندها رمشه او تبغي تنحرق طفي عليها هكا تعطيك داك اللون الشباب، وغادي مين تسقيها غادي ديك الحموريه تزيد تهود للداخل مع الشربات نسقوها وهي حاميه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما باتت لي ليلة قطعتها جاتني ما شاء الله ما شاء الله عليها شامية بنينة كيما تاع المحلات كيما يبغيها الخاطر. جربوها وردوا لي في التعليقات غادي تخرجكم من اول تجربة كيما انا من جربتها اول مرة وخرجت لي شنقولكم صحة والراحة عليكم وتاكلوها بصحتكم وما تنساونيش بجيم وبارطاج لأصحابكم هكا باش تعم الفائدة وديروها لحبابكم في رمضان إن شاء الله، وإلى اللقاء.